السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة حبيت اغير، قلت اجيب لكم القفطان بقى. طبعا اكيد انت عندكم علم ان القفطان بقاله فترة منتشر، واغلب البنات بتختاره في المناسبات، بالاخص المناسبات اللي تخصها، زي الخطوبة، كتب الكتاب، المناسبات، عيد الميلاد، الحاجات دي. فانتشر بقاله فترة، يمكن 2024 كان متواجد أوي القفطان. انتوا عارفين ان مصدره واساسه من المغرب، يعني منبعه هي المغرب، هي اللي طبعا الزي ده موجود عندهم من زمان قديم. ما شاء الله. طبعا انتوا عارفين ان شغله كله بيبقى يدوي، يعني اغلب التطريز، حتى المغاربة ما شاء الله كلهم عندهم تقدم ورقي وخبرة عالية جدا جدا، ومتقدمين جدا جدا في التطريز. بيبتكروا ما شاء الله حاجات جميلة. علشان كده عايزة اقول لكم ان التطريز بتاع القفطان دايما بتلاقيه ملفت للنظر ومبدع، لانه معمول اغلبه يدوي. وهم متقدمين في دي قوي. وطبعا برضو مش عايزين ننسى ان التوانسة، تونس يعني، برضو ناس مبتكرة في القفطان. وعلى فكرة في الجزائر برضو. لكن المغرب أبدعت الموضوع ده بالذات بتاع القفطان ده، هي أبدعت فيه، وهي المنبع بتاعه من حيث الأصل. ما شاء الله عندنا هنا مجموعة زي ما انتم شايفين رائعة من القفطان، تنفع لمناسبات كتيرة وجميلة. وربنا يا رب يجيب لكم الأفراح ويكتر أفراحكم. في المناسبات السعيدة بيبقى حاجة جميلة جدا، ولبسه شيك قوي، واتعمل فيه تطور كبير وابتكارات كتيرة زي ما انتم شايفين، وألوانه جميلة جدا، وتناسب أغلبية الجسم اللي هو يعني المعقول. أكيد هيبقى حلو عليهم قوي يعني، ما شاء الله. فطبعا في ألوان كتيرة، والتطريز في بعضه هتلاقيه قليل شوية، مش قوي. ابتدوا برضو دي برضو خطوة جديدة ان يقللوا شوية. وفي حاجات ما شاء الله مليانة تطريز وكل ده اغلبه اشغال يدوية، يعني بيتعمل على الايد، زي ما احنا كنا من في التسعينات والاول الالفين كده. كانت دايما بنعمل فساتين السهرات والحاجات دي بنطرز يدوي، لذلك اتعلمنا التطريز علشان الموضوع ده. ووضع الخرز ده مش حاجة سهلة على فكرة يا جماعة، ده ذوق، مش أي حد يشتغل فيه، مسألة ذوق. انت ممكن تعملي وردة تبقى هايلة بالتطريز وبالخرز، وممكن تطلعها مش قوي لو انت ذوقك قليل حبة. فطبعا انا شايفة ان القفطان ترند عند البنات بالذات. و... وربنا يسعد الجميع ويوفقكم يا رب. ما شاء الله جميل جدا جدا القفطان. وحبيت بس اوريكم واعرفكم بيه، لان انتوا برضو اكيد عارفينه يعني، بس ايه، جبت تشكيلة كده، ولسه في حاجات تانية برضو هعرضها عليكم بإذن الله. يا رب يحوز اعجابكم. و... وارجو منكم الاشتراك في القناة، وضع لايك لو عجبك الفيديو. هنا برضو شوية ألوان حلوة، آه، الألوان جميلة، والتطريز روعة روعة روعة. وأكيد لما انت هتلبسيه هتبقي في قمة الشياكة والجمال. ربنا يسعد كل الناس يا رب، ونولكم اللي بتتمنوه بإذن الله. آه، شوف الأخضر ده بجد روعة، والفوشيا برضو اللي جاي ده اهو، ما شاء الله بجد جميل جدا جدا، ذوق جميل. الميزة فيه بقى ان هو بينفع لكل المناسبات يعني. القفطان طالع بجد مكتسح الساحة بجد يعني. ربنا يوفقكم في رعاية الله.